ده اجمد طاجن لحمه بالبصل ممكن تاكله في حياتك. عاوزك بقى تشوف اللحمه وهي دايبه كده. وسر صنعته بيبتدي باختيار قطعية اللحمة المناسبة للطاجن، والقطعية دي اسمها قشرة اللوح. وقطعية اللحمة دي أهم حاجة فيها إن فيها كولاجين داخلي ما بتخليش حتة اللحمة تنشف في الطاجن. اول حاجه هنقطعها مربعات بالشكل ده. تاني سر هو لازم نستخدم بصل ابيض مش احمر. وهتبل البصل بالملح والفلفل وهقلبهم كويس جدا، وهسيبهم 10 دقايق على مصفى عشان ينزلوا الميه الحاميه بتاعه البصل. والخطوه دي مهمه ليه؟ علشان تقريبا بتدبل البصل وتخليه اسرع في التسويه وطعمه بيكون متبخر. في حله سخنه على النار هنحط الزيت ومعلقه سمنه بلدي، وهنزل بمكعبات اللحمه لحد ما تتحمر وتبقى بالشكل ده. هقلبها على الوش التاني، ولما تتحمر من على الوشين هطلع بيها. مكان تشويح اللحمه هنزل بالبصل، واول لما البصله تتكرمل وتبقى لونها ذهبي كده هنزل بالثوم. ارفع دان ورق لورا وهنزل عليهم باللحمه، وهظبط التوابل. هنزل بملح وفلفل، جوز الطيب مطحون وحبهان مطحون، ومعلقة من مرقة اللحم البودر، ونقلبهم كويس. وهحط ميه يا دوبك بس تغطي اللحمه، واغطيها واسيبها 10 دقايق على نار متوسطه. وفي الطاجن اللي احنا هنسوي فيه هحط معلقه من السمنه البلدي وهدهن بيها الطاجن كله. هحط شرايح بطاطس، والخطوه دي اختياري، انا بحب احطها علشان خاطر بتمتص كل الدهون وبتدي طعم. وده شكل اللحمه الخطير بعد 10 دقايق. هبتدي انزل بيها في الطاجن، مش ممكن الريحه. وهغطيه كويس وادخله الفرن على درجه حراره 200 لمده 45 دقيقه. وده شكل الطاجن بعد ما استوى. ريحته مش عايز اقوله. انا عاوزك تشوف لي اللحمه وهي دايبه كده اهو. شايف الحلاوه؟ بسم الله. مش ممكن الحلاوه. الوصفه دي ناقصها حاجه واحده، ناقصها شويه رز بالشعريه بالسمنه البلدي مفلفلين بالحلاوه دي. وانزل يا باشا عليهم باللحمه بالبصل وندوق العظمه دي. مش ممكن حلاوتها بجد. دي احلى لحمه بالبصل انا دقتها في حياتي.